السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل صينية بطاطس باللحمة المفرومة، يعني تحفة، هتعجبكم بإذن الله، جميلة جدا. معايا حوالي 5 فصوص من الثوم وجزراية كبيرة وبصلتين متوسطين وفلفلاية. هفرمهم في الكبة واحطهم على نص كيلو لحمة مفرومة او اقل حسب اللي موجود عندكم. ممكن نص كيلو، ممكن 400 جرام برضو هينفع. هحط فلفل اسود وشوية من الكمون وشوية من البهارات، ونظبط الملح وشوية من البابريكا. وهنقلب كويس جدا، ولازم نعجنه كده بايدينا علشان يبقى زي العجينة كده بالظبط، عشان كل المكونات تندمج مع بعضها كويس زي ما انتم شايفين كده بالظبط، ونقدر نشكلها. انا خلصت دي كده، هعملها زي الاقراص كده وهسيبها في صينية كده على جنب. نخليها كده سمكها لا هي يعني تخينة قوي ولا رقيقة قوي. خلصنا الكمية، هخليها كده على جنب دلوقتي، وهجيب البطاطس اللي انا هعملها وهقطعها حلقات كده متوسطة، مش سميكة ومش رقيقة برضو. معايا بصلتين متوسطين، هعملهم حلقات كده، حلقات رقيقة مش تخينة. وبرضو معايا طماطميتين برضو حجمهم متوسط، برضو هعملها حلقات كده. وفي الفلاية برضو هتتعمل برضو حلقات. قطعتهم وخلصتهم. هحط بقى البطاطس، هتبلها شوية من الكمون، شوية من الفلفل الاسود، شوية من البابريكا، شوية من الزيت او زيت الزيتون او الزيت العادي، وطبعا شوية من الملح، واقلبهم كويس. نقلبها كده عشان كلها تبقى متبلة كويس جدا. هجيب بقى الصينية اللي انا هعمل فيها الصينية البطاطس، وارص كده كام حلقة بطاطس جنب حلقة، حلقة واحدة من الكفتة او طماطم، وحلقة يعني بصل. يعني كل كام واحدة بطاطس كده نحط واحدة كفتة، واحدة فلفل، واحدة بطاطس، واحدة بصل، يعني زي ما انتوا ترتبوا. يعني المهم ان هما كلهم يتحطوا كده زي ما انتوا شايفين كده، مرصوصين بالشكل ده. في الاخر كده جبت فصين توم ووزعتهم عليه عشان بيدي ريحة حلوة جدا. دول شوية مية صغيرين كده، حوالي مج من المية، حطيت معاهم معلقة من الصلصة الجاهزة، وتبلتهم برضو شوية، ملحتهم، وحطيت برضو شوية من الفلفل الاسود، وهرشهم كده على وش الصينية. وهسويها على النار الاول يا جماعة، تاخد بس تسوية كده، يعني 3/4 تسوية، وبعد كده هدخلها الفرن عشان تنشف شوية. طعمها بيكون خطير والله يا جماعة، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ودي كانت وصفتنا النهاردة، والف هنا وشفا. لو عجبتكم الوصفة يا ريت تعملوا لنا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.